الزينات ديالي البومبات البوكوصات ديالي كيبقيتو بخير هانيين مرتاحين، نتمنى يا ربي تكونوا بخير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو، هذا فيديو جديد تحت الطلب ديال هكا ديال المتابعات ديالي كيسولوني اختي الصحراوي حط لنا الوصفه ديال الشيب، حط لنا الوصفه ديال الشيب، شيب الشعر، شيب الشعر، شيب الشعر. كاينين بنات صغار وعندهم شيب في شعرهم، كاينين اللي كبار رجال نساء، يعني هذه الوصفه هذه كتصلح للرجال والنساء كذلك، وحتى الناس اللي صغارين يعني كيكونوا في عمرهم يلاه 18 سنه 20 سنه وكيكونوا فاقدين ديك الماده الميلانين اللي كدير لنا صباغه الشعر، اللي كتصبغ لنا اللون ديال الزغبه ديالنا. هاد الوصفه هذه البنات راها مجربه وفعاله 100%. غنعطيها لكم غتتبعوها بطبيعه الحال بالطريقه وبالمكونات اللي الا ما كانوش عندكم شي مكون من المكونات من الاحسن صبروا حتى تشريوها او ما ديروهاش باش تعطيكم نتيجه واضحه كما كتشوفوها معايا في الفيديو ان شاء الله. ما نطولش عليكم الزينات ديالي، لي لايك ديالكم اختي، وبارطاجيو الفيديو، بارطاجي الفيديو لباباك لماماك الا كانوا كبارين ضروري غيكون عندهم الشيب، لراجلك الا كان فيه الشيب، بارطاجيها لختك تعطيها لراجلها، بارطاجيها لخالتك تعطيها لراجل خالتك، بارطاجيها لحبيبك يوريها لمرات حبيبك. المهم الزينات ديالي هذا الفيديو هذا بارطاجيوه على اوسع نقاط، واذا ما كنتيش ضاغطه على الزر الصابوني هذا اللي بالاحمر تحت الفيديو ضغطي عليه والجرس اللي حداه فعلوها البنات. راه لما فعلتوش داك الجرس اللي حداه درتوا له داك ما يبقاوش يجيوكم الاشعارات ديال الزينه ديالي. يلا اختي وما نطولش عليك بزاف، يلاه معايا اختي الوصفه، وعندك تنساي اللايك وعندك دوزي داك الخط بالاحمر لان ما غاديش تستافدي الا دوزتيها الزينه ديالي. ما نطولش عليكم. وهنايا الزينه ديالي غادي نحتاجوا المكونات اللي كلها غتكون متواجده في البيت ديالنا، من غير هذا الفحم الطبي انا عندي متواجد، عندي هذا اوكاربون ولا هذاك لا مارك الاخرى ما كنديرش اشهار، ولكن كنقول لكم هذا بالنسبه للفحم الطبي حتى الناس اللي كيعانيوا من الغازات ما يخطاهمش هذا اوكاربون من الدار، ما يخطاهمش نهائيا اللي كيعانيوا من التخمه من بعد ما كياكلوا، اللي كيعانيوا من داك الانتفاخ ديال البطن، اوكاربون كي كنقول لكم ما يخطاكمش من الثلاجه ديالكم الزينه ديالي. المهم انا عندي هو اللي غادي نستعملو في الوصفه. ممكن نتيا تعوضيه بالفحم العادي اللي كنديروا به الشواء، يعني اللي كنشويو به الفحم العادي الفاخر، او لا بالفحم ديال البخور. انا غادي نوريه لكم في التالي من بعد ما غادي كي كنقولوا نطحن هاد الكينات هادو اللي عندي. يقول لكم هذا الفحم هذا خطير الزينات ديالي في ازاله الغازات من البطن. انا كنعطيكم الوصفه اختي الشيب وميم طون انا قلت لكم القضيه ديال اللي كيعانيو من الغازات والانتفاخ واللي كيعانيو من التخمه اللي ديما كياكلوا كرشهم كتزير عليهم. انا عطيتكم اختي كي كنقولوا لاستيس اللي ما تخطاكش من الدار ان شاء الله يا ربي من بعد هذا الفيديو هذا. هنايا من بعد ما طحنت داك الكينات ما بغيتش باش ما نطولش عليكم لا فيديو، كنطحنهم مزيان كنمعكهم بهذه الطريقه هذه، ممكن تدقوهم في المهراس. كتعطيني واحد المقدار ديال الملعقه كما كتشوفوا معايا، ملعقه صغيره، انا اي ملعقه درتو بها غديروا بها المكونات كاملين. انا وريتكم هذا هو داك الفحم ديال البخور، هانتوما كما كتشوفوا راه كيتباع عند مالين الحانوت، اولا ديروا الفاخر العادي ديالنا اللي كنديروا به الشواء اللي هو الفحم بالنسبه للناس اللي خارج المغرب باش يفهموني، يعني بجوجهم حتى هما صالحين. نفس ليفي اللي غادي يديرها الفحم الطبي هذا اللي وريتكم او كاربون، نفس ليفي اللي غيديرها الاخر. هنايا غادي نحتاج فازلين، مثلا انا درت ملعقه صغيره ديال الفحم، غادي ديري ملعقه صغيره ديال فازلين، ملعقه صغيره من المكونات كاملين، يعني قد المكونات يكونوا مع بعضياتهم. هنايا عندي واحد 4 حتى ل5 المكونات على حسب الطول ديال شعرك. الا كان عندك شيب كثير كديري 2 معالق كبار او 3 على حسب كيقول لك طول شعرك والكثره ديال الشيب. هنايا عندي الكاكاو والمر، الكاكاو اللي كنديروه في الكيك اللي كنديروه في الحلويات البنات، ولكن يكون مر ما يكونش اللي بالسكر. راه تمشي عند اصحاب الحلوى او الحانوت غادي تقولوا عطيني الكاكاو والمر. وهنا عندي ملعقه ديال زيت الجوز الهند اولا زيت الكوكو، زيت الكوك حنا كنقولوا لها بالمغربيه. هذا انا عندي جامد، ممكن انا كديريه دايب ماشي مشكل، ولكن الاصلي دائما كيكون البنات جامد في الفصل ديال البرد هكا كيكون زيت الكوك جامد، والريحه ديالو يعني كي كنقولوا كتشمي ديك ريحه الكوك يعني مجهده باش كتعرفيه الاصلي. لان شحال من وحده كتسولني لهنا في اليوتيوب في لي كومونتير كيفاش نديروا نعرفوا زيت الكوك الاصلي. لا بالنسبه للناس اللي كيسولوني في تيك توك ولا في الانستغرام انا كنجاوبكم في هذا لا فيديو هذا الزينه ديالي. هنايا غادي نبقى معكم حتى كي كنقولوا كنعجن هاد المكونات مع بعضياتهم اولا كندمجهم مع بعضياتهم. هانتوما كما كتشوفوا معايا زيت الكوك عندي قاصح، ولكن انا اش كندير كنبزطو كنبزطو بهذه الطريقه هذه الزينات ديالي باش يتجانس ليا مع المكونات. نتوما ممكن انكم تذوبوه عاد ديروه مع الخلطه باش دغيا يتجمع لكم. هنا ما طولتش عليكم. المهم هانتوما كما كتشوفوا جمعت المكونات مع بعضياتهم عفوا ودمجتهم مزيان، خصهم يتدمجوا باش داك الفحم يذوب تماما الزينه ديالي ما يبقاش فيه الحبيبات. هانتوما كما كتشوفوا بحال الكريم. انا درت هنا غير كميه قليله لانني انا ما عنديش شيب وما كنعيش منه، لاني ما كنديرش الصباغات في الشعر ديالي، كنت وقفتهم شحال هادي لانهم غنيين كيكونوا فيهم الامونياك اللي كيفقد لنا ماده الميلانين من الشعر
مع المده، وفلهذا كيبداو يخرجوا الشيب. وما ننصحكمش الزينه ديالي نهائيا ديروا وصفات ديال ازاله الشيب بالحناء، لان كيزيد يكثر 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 بالحناء، وكيزيد ملي كيبقى يطر كيولي اورانج. المهم راكم عارفين ديك الوصفات ديال الحناء كلهم انيليوهم عليكم الزينه ديالي من بالكم. هنايا من بعد ما خلطت المكونات مزيان غادي نجيب هاد الباروكه ولا هاد الشعر هذا اللي كيزيدوه في الراس ديالهم، في الشعر ديالهم الزينه ديالي. راكم فهمتوني. انا راه ما يمكنليش نوريكم في شعري، لان اولا ما عنديش الشيب، ثانيا راكم عارفين دايره الفولار ما يمكنليش نعري شعري. هنا غنوريكم على هاد الشعر هذا، واخا اصطناعي ولكن كتبان فيه لافيه غزاله وغترحموا لي الوالدين. غتاخدي الشعر ديالك وغادي تاخدي هاد البانس وهذا ديال الصباغه، وغادي تبداي كتصبغيه هكا. وضروري الشعر ديالك يكون نقي الزينه ديالي غاسلاه منشفه مزيان، عاد طبقي الوصفه. والوصفه كديريها 2 المرات في الاسبوع، ضروري الزينه ديالي 2 المرات في الاسبوع كطبقي ليا الوصفه مده شهر. وكتلاحظي ما شاء الله الزغبه ديالك تلونات من الداخل. الزينه ديالي الزغبه تلونات من الداخل. كتبقاي مداومه هاد الوصفه مده شهر. الزينه ديالكم عارفين الوصفات الطبيعيه كيعطيو واحد المفعول سحري، ولكن خصكم ضروري خصك تداومي على الوصفه. والحمد لله انا معروفه بالوصفات الصادقه، الحمد لله عمرني ما تحاشمت مع شي وحده فيكم. كلشي الحمد لله كيشكر الوصفات ديالي، كلشي كيقول لي الله يرحم الوالدين. وهذه هي افضل دعوه كنبغي نهديها للوالدين ديالي، هي رحمه الوالدين الزينه ديالي. هنايا كندخل في وسط الزغبه هذا الكريم اللي درت معاكم مزيانه الزينه ديالي. راه من الاستعمال الاول يبان لك الفرق بان الشيب كله بدا يتلون، ولكن اون فوا غتبقاي متبعاها ليا مده شهر 2 المرات في الاسبوع، وتخليها ساعتين في الشعر ديالك عاد تغسليها، راك غترحمي لي الوالدين. كيقول لك من الدقه الاولى ومن الاستعمال الاول الزينه ديالي. وما تنسايش حبيبه ديالي داك اللايك، راه كتقدري تكوني نسيتيه وبلي ضغطي عليه، وبارطاجي ليا الفيديو الزينه ديالي مع صحاباتك اللي فيهم الشيب، مع الاقرباء ديالك كاملين، مع ماما مع باباك. حتى لو كنتي بنيته صغيره كتشاهدي الفيديو ديالي الزينه ديالي. واللي ما ضغطاش على زر الصابوني ضغط عليه. هنايا كيقول لكم كما كتشوفوا درتها في الزغبه، خليتها مده ساعتين، عاد جيت عندكم على مظلام الحال نتوما كما كتشوفوا الظل ديال التليفون. وهنا اش كندير، كناخذ اي منديل كنمسح به انا، غير هكا كنمسح لكم باش نوريكم. اما نتوما كتغسلوا شعركم عادي الزينه ديالي بلا شامبوان بلا حتى شي حاجه، غير كتغسلوها. راه داك الفازلين وزيت الكوك راه كيبقى محافظ لكم حتى الزغبه ديالكم تبقى لينه. بالنسبه للناس اللي كيكون عندهم الشعر حرش شي شويه، هاد الوصفه هذه يعني مرطبه وميم طون كتحيد لنا الشيب. هنا غادي نوريكم دابا البانيو غطست فيه داك شويه ديال الشعر اللي درت لكم فيه التجربه ديالي. انا ما بغيتش نضيعو، لان انا اصلا واخداه على داك الكري هذاك وكنديرو من راه ملي كنبغي نفرح براسي. راني عارفه البنات راه ما مزيانش هذا الوصل هذا ديال الشعر، ولكن غير بيني وبين راسي البنات كنبغي نفرح براسي به وصافي. راه ما كيشوفو حتى شي واحد، حتى الزوج ديالي ما كيشوفنيش دايراه. المهم الزينات ديالي ها نتوما شوفوا الفرق، فرق شاسع من الاستعمال الاول. ها نتوما شوفوا الزينات ديالي. انا كنوريكم هذا الشعر كامل باش ماشي تقولوا زعما راني خديت لكم شي خصله من الفوق ولا شي حاجه. ها نتوما شوفوا الزينات ديالي، الفرق باين من الاستعمال الاول. وإلا تبعتيها راه كترحمي لي عليها الوالدين الزينه ديالي مدى الحياه، ووصفه طبيعيه 100% بدون حناء. وما تنساوش الزينه البارطاج، ومرحبا بيا معكم فيديو اخر ان شاء الله.